نقطة ضعف دموع بس الطفل. حضرتك ايه نقطة ضعف حضرتك؟ دموع الطفل. دموع الطفل. الطفل بيتخطف تقريبا. ماشي. طيب في ناس قالت ان اليكس برودكشن ومستر أليكس برودكشن لن تموت ابدا. أليكس لن تموت. اليكس برودكشن مثلا ان هم برودكشن ان هم مش صراحة، لان في الاعلان عملوا حاجات مش موجودة في الفيلم، زي مشهد بتاع الاكتور العالمي يحيى محمد لما قال له اوعى ايدك. على فكرة يحيى محمد اندر ريتد جدا، وحاسس ان محمد عبد محمد سعيد مغطين عليه بالظلم. حاسس ان هو مش واخد حقه من قبل الاعلام عشان دوره كان شرير. اظن، انا مش متاكد، بس هو دوره اتقنه يعني. يحيى بس هو انا بتكلم في كلمته معانا الاعلان. سوري انا اسف. بتتكلم في زادة ستيني وانت لسه بتاخد السن. فهو هل انت هي دي مشاهد واتشالت ومحمد طلع صرح في الكلام ده، بس هل انت شايف ان دي صياعه في التشويق والسسبنس وان الفيلم ما طلعش وحش؟ يعني هم يزعلوا لو الفيلم طلع وحش؟ ليه حضرتك ما تقولش ان في جزء تاني؟ شعللها يا استاذ. ليه ما تقولش ان في جزء تاني؟ ليه والله؟ يعني ممكن تكمل لجزء تاني؟ اتاكدوا باذن الله لو فضلت عايش ان في جزء تاني. قال عن محمد عادل انه ساعات في خلافات كتير بينه وبين محمد محمود على الوجه الفني، ولكن بيقدروا يحلوا الخلافات دي مثلا بعد يوم او يومين، بيقدروا يوصلوا هما الاثنين لحل كويس جدا لما كل واحد فيهم بيفكر انهي الصح، وان محمد عادل مخرج بيسمع لاراء الناس اللي حواليه حتى يحيى محمد. بص حضرتك، انا مش هسميه خلاف على قد ما هسميه احنا الاتنين عايزين نطلع احسن حاجه بالظبط، لكن هو مش اختلاف عموما. احنا عايزين نعمل احسن حاجه بالظبط. ففي الاخر هنعمل، احنا طبعا ناس دبلوماسيه جدا جدا جدا، وفي الاخر انا بعمل في دماغي بنعمل المشهدين وجهه نظري ووجهه نظره، ونشوف الاحسن من رؤيه نظر ثالثه. هجيب الاطفال دول بعدين. حضرتك وجهه نظر ثالثه هو دي بتحدد بقى ننزل اي مشهد هو اللي على السينمات عشان نطلع احسن حاجه باذن الله. محمد محمود لما طلع في تصريح على اليكس برودكشن على الفيسبوك قال لك ان هو محمد عادل ما بيفرقش معاهم الالقاب او الجوائز او الكلام ده، هم مش بيفكروا فيه. بجد انا بعمل موضوع اصلا فور فن، دي هوبي بالنسبه لي، هوايه بحب امارسها من وقت للتاني. هو بالنسبه لمحمد محمود اكل عيش طبعا، وبالنسبه لك اكل عيش دلوقتي يعني بنزل رزق. طبعا، بس بتكلم حد بنعملها بحب، مش بعملها عشان مكسب، مش بعملها عشان فلوس، بعملها من حب. انت عاملها برضه عشان تاكل منها عيش؟ لا بصراحه لا، انا نفسي بعملها من حب. انا بحب الموضوع ولطيف. بس هو محمد محمود عاملها قال لك انا بس بالنسبه لي الافلام تجيب ايرادات، فانا انبسطت، مش عايز جوائز فرديه، المهم ان الفيلم يعجب الناس. محمد محمود طلع ينفع سعادتك لما اتكلم المايك يجي عندي لو سمحتي؟ محمد محمود طلع بالتصريح على اليكس برودكشن تاني، قال لك ان محمد عادل اتفاجئ لما خد ذا بيست اكتور ان في الفيلم يعني. انا كنت قاعد اصلا مع خطيبتي قاعدين بنتفرج على فيلم باربي سوا. كنت اصلا قاعد التليفون جالي رن في وسط الفيلم، طبعا رئيس القاعه كلمني وقال لي ما يصحش كده يا استاذ. قلت له طب معلش ثانيه واحده، هو في كلام بيتكلم عني محمد عادل كتير سمعوا في الفانس شكلهم شافوني ودي مشكله، ما علينا. اتصل بيا رئيس شركه اليكس برودكشن وقال لي انت كسبت جائزه احسن ممثل. قلت له طب حضرتك مش وقته يعني، انا في فيلم مع خطيبتي ما يصح. هي بقى فرحت جدا بقى وجابت لي فشار على حسابها. قلت لها ما يصحش. حضرتك هنسألك 5 أسئلة وترد عليهم بمنتهى الجراء. لا هم اختيارين. لا أول دي حاجات كده بتبقى معتمدة، يعني أسئلة عامة، هم 10 يعني أسئلة خاصة بيك أنت في شخصيتك. 10 أسئلة، ولو أنت شايف إن مفيش سؤال عايز تجاوب عليه ممكن تقول. اقول باص. افضل لما اتكلم المايك يجي عند بقي. طب انا بسأل حضرتك. لا اصل كان في طفل بقول عليه انشا، انا بتكلم على نفسي ومفيش مايك عليا، واخد بالك؟ واخدين بالكم يا صحافه؟ قابت كام يعني؟ شايف جائزة 60,000 دولار ولا مصري؟ يورو. عارف الحاجات دي كويس قوي. يورو مين جايبكم يالا؟ سليهاتك معايا على فكره، بس ما علينا خلاص. التصوير بياخد وقت كبير جدا، ومحمد عادل بيحاول يجتازه بشكل كبير. والله العظيم بسافر. هنسألك في الأسئلة الاختيارية الخاصة بشخصيتك. محمد عادل من النوع المخرجين أو الممثلين في الفن يعني عامة
بيعرف يفصل بين المشاكل الفنيه والمشاكل العامه. يس اور نو؟ يس طبعا طبعا. انت كصاحبي وانت زميلي في الشغل، في فرق طبعا بينكم اكيد. محمد محمود طلب انه هيعمل عمل جديد غير الرحله ان شاء الله. محمد محمود طلب انه يعمل عمل جديد في الرحله بعد الرحله ان شاء الله، وانه هو قال انه في الشغل ده انت هو عايزين تتعاملوا كزمايل في العمل، اللي انت كانكم ما تعرفوش بعض وكانكم اول مره تتعاملوا مع بعض. هل انت شايف ان ده تصريح صح من محمد محمود، ولا شايف ان هو تصريح خاطئ؟ ينفع بس تعيد تصحيح عشان الصوت كان عالي بقى، معلش ينفع بس تعيد بسرعه بس. حضرتك شايف ان محمد محمود قال ان هو في تصريح ليه قال لك احنا هنعمل عمل بعد الرحله او قبل الرحله، احنا هنصوره بعد الرحله. عمل هنصوره بعد الرحله؟ بس الله اعلم هينزل امتى تاني. فالمهم هو قال لك انا عايز الفيلم ده هنتعامل فيه انا ومحمد عادل كزمايل في الشغل، طبعا مره وسط صحاب، ولكن هنعمل كزمايل كاننا اول مره نشوف بعض. انت شايف ان التصريح ده صح ولا محمد عدت منه شويه؟ اظن انها عدت منه عشان حاجه بسيطه جدا. احنا مش اول مره نشوف بعض، احنا عارفين دماغ بعض كويس، ولازم افهم دماغك عشان اعرف اطلع منها احسن حاجه، وانت لازم تفهم دماغك عشان تطلع منها. هو قصده يتعامل كمخرج وكممثل. كفورمال خالص. بصراحه فعلا دي حقيقه واحب اصرح من كده. الشغل هيبقى شغل فورمال اكتر، وعشان يطلع حاجه بروفيشنال اكتر تليق بسيادتكم يعني، مش اكتر. حصل مشاكل كتير في المونتاج بتاع أليكس نقطة الصفر في العرض الأول ليه على قناة مستر دراجون برودكشن، واتعادل في العرض التاني. فهل أنت شايف إن دي يعني اتظبط بشكل كبير؟ ما أظنش كده. أظن الاتنين بيقيسوا وجهات نظر مختلفة. أظن ده بيبين حاجة وبيناسب فئة معينة، وده بيناسب فئة تانية خالص. أظن الاتنين كويسين جدا. مشهد النط بتاع مدحت مشهد النط بتاع مدحت من البلكونه، المشهد ده اتشال في أليكس برودكشن، اثار الغضب للجميع. انت شايفه عادي ان هو يتشال، المهم الفكره توصل ولا لا؟ ما عجبنيش ان هو اتشال، عشان المشهد ده فعلا جلب فئه كبيره جدا من صغار السن، ستات سبعات تمانيات وانت طالع لغايه 66 سنه، زعلانين جدا وغضبانين جدا. ناس بتقول لك ان محمد محمود لما بيدخل اجواء التمثيل او بيعرف يعيش الشخصيه صح. انت شايف ان محمد محمود عرف يعيش شخصيه ماجد صح؟ كماجد بس كان في يجي احسن طبعا، كلنا كان يجي منا احسن بكتير، بس برضه كان يعتبر اول عمل فني لينا كجروب سوا. كل واحد كان عامل اعماله لوحده. انا طلعت في مسرحيه للمدرسه طبعا، كان اسمي راما. كان طلع برضه في اعمال تانية اخرى. كان ده كان اول عمل يجمعنا، فاكيد كان فيه بعض المشاكل وان شاء الله بنحسنها واحده واحده. محمد محمود دايما ما بيرضاش على نفسه، ما بيرضاش الاداء اللي هو عامله. واخد حضرتك ساعات ده انترفيو عنه على محمد محمود، سعادتك دي اللي لا، ما هي اسئله عامه على اصحابك. طب يحيى محمد فين؟ لا دي اللي ما هنسال يحيى محمد. معايا سيديهات والله. هنسال يحيى محمد حضرتك. ثانيه مش هطلعه يا مدحت. طب بعد البتاع. طيب محمد محمود دايما احنا بنكلمك صفتك كمخرج، عارف كل الممثلين. محمد محمود دايما مش بيرضى على نفسه في الاداء اللي عامله، دايما بيبقى شايف ان فيه الاحسن. دي علامه تدل ان هو انسان ناجح ومفيش حاجه اقولها غير كده. يحيى محمد من الممثلين اللي بيحلوا اللوكيشن واللي بيخلوا اللوكيشن فاني، وهو كان سبب وجود الضحك في نقطة الصفر في المشهد بتاع القلم اللي كام دقيقة. ترجع ورا سيكا بس، ترجع ورا زي كده مش باين. مش ما ضحكتش الضحكة اللي هي الفورمال دي. أستاذ يحيى محمد طبعا لا إنسان مرح جدا جدا، وده صديقي من وأنا رضيع بيبي نوخة كده بيبي. محمد عادل، وما أدراك هذا الاسم. محمد عادل في الوسط الفني بيقولوا عليه مخرج أحسن من ممثل. حاجة تفرحك حاجة تزعلك؟ ولا تزعلني ولا تفرحني، عادي. آراء، كلها آراء. انك تبقى مخرج أحسن من ممثل دي حاجة كويسة. أظن إن أنت تبقى أحسن في حاجة عموما من بقية الناس غيرك، أظن دي ميزة ليك عموما يعني. ناس بتقولك إن محمد عادل هيخرج فيلم كاملة هو مش هيمثل فيه، على قد ما محمد محمود عايز يديله تجربه الاخراج كامله بتاعته كلها، وان هو يركز في الاخراج بس ما يقسمش قوته 50-50. فهل انت شايف ان ده قرار صح؟ وان ناس بتقول ان محمد عادل وافق يعني، ما اعرفش، فهل ده قرار صح ولا لا؟ انا شايف ان هو قرار صح او غلط، ما اقدرش نقول كده.
لازم نستنى نشوف الناتج النهائي، وده اللي ان شاء الله نقدر نحكم منه. بس الجماهير بتقول انك قد المسؤوليه فقادر. لا بس لازم نشوف برضو القرار النهائي عباره عن هل محمد محمود كافي يدور البطوله كلها كامله لوحده، ام هيبقى معاه نجوم مساعدين بقى وكده. هنشوف، ده اللي هنشوفه ان شاء الله. دايما خلي فيه سسبنس يا اسطى، خلي فيه سسبنس. الرحله 2. في الرحله 2 قالوا ان يحيى محمد عادل سوري قصدي نقطه الصفر 2 يحيى محمد عادل محمد محمود ابطال الجزء الاول هيبقوا موجودين في الجزء الثاني، واللي هينزل ان شاء الله في 0/24 في عيد الفطر المبارك. فايه رايك في الكلام ده في عيد الاضحى؟ بص انتظروا وجوه جديده، انتظروا اعمال كواليتي اعلى. حضرتك كمخرج الابطال هي الابطال هي وهيتضاف عليها بعون الله. طبعا هيتضاف عليا بس كشخصيه وائل فلاش باك عشان هو خلاص ودع، وهجيبك يا سفاح الجيزه اللي واخد مني فكرتي بتاعت المخده، هجيبك. شكرا جدا يا استاذ محمد، استمتعنا مع حضرتك جدا النهارده. يعني I'm very happy ان انا شفتك. وقول كلمه لجمهورك. هجيبك يا امينه بشلويدي. شكرا جدا.